أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنبدأ الحلقة 12 من شرح برنامج الفوتوشوب. وهنتكلم اليوم عن أداة مهمة، وهي أداة الطلاء جراديانت تول. هذه الأداة ليها ثلاث أشكال. هنتكلم عن الشكل الأول والشكل الثاني. الشكل الثالث هنأجله لما نتكلم عن تصميم الأشكال ثلاثية الأبعاد 3D. هنفتح عمل جديد من قائمة نيو زي ما قلنا، او كنترول ان من لوحة المفاتيح. وهنختار الشكل الاولاني للطلاء. لما اخترناه طبعا بتظهر زي ما قلنا قبل كده الخصائص من اعلى الشريط. دي الاشكال اللي موجودة عندنا، وفي 5 خصائص لهذه الاداة. وفي علامة هنا اسمها ريفيرس، لما بنعلم عليها بتعكس الاداة. دوسنا كده هنا نلاحظ الأخضر على الشمال والأحمر على اليمين. لما بنمسحها بيبقى العكس. آه طيب هنستخدم مثلا الشكل ده كده. كليك شمال عليه وهنختار أول شكل من 5 أشكال، بالكليك شمال من الماوس ونمشي كده، وهيطلع عندنا الشكل كده تلون بالشكل ده. لما نختار الشكل التاني اللي هو فيه بيبقى في النص فيه دايرة في النص كده، او في المكان اللي بنحدد فيه. الشكل التالت بياخد كده هذا الشكل الرابع. وفي الشكل الخامس اللي هو بياخد شكل الجوهرة او شكل النجمة. في المكان اللي احنا بنعلم فيه بتظهر، وهكذا. الأداة دي مهمة في الاستخدامات في التلوين او الطلاء. طب هل طبعا إحنا عندنا هنا عدة أشكال. ممكن ننشئ إحنا أشكال تاني. مثلا هندوس هنا، نضغط كده على الأداة دي. ممكن ننشئ إحنا أشكال غير اللي موجودة عندنا. سوليد عشان لو هناخد لونين، لو هناخد أكتر من لونين نختار الاختيار التاني. نبدأ هنا نحرك زي ما احنا زي ما نحب. فبقى عندنا الشكل ده كده ممكن نضيفه. دوس اوكي. ظهر عندنا كده اهو. من السهم ده كده ندوس وعلى العلامة دي وندوس نضغط نيو، فهينضاف عندنا في القائمة الشكل اللي احنا انشأناه. ما كانش موجود واحنا انشأناه. طب نجرب الشكل ده. الشكل اللي احنا ضفناه هنجربه كده ونشوف عطى هذا الشكل. بنغير هنا من الاشكال ونشوف الشكل ده احنا انشأناه كانش موجود.
الشكل التاني من الأداة وهو للتلوين أيضا، اللي هو كده بيبقى شكله عامل زي الإناء أو الجردل، وبنستخدمه إن احنا نلون كالآتي. هناخد مثلا أداة التحديد ونعمل شكل كده، وزي ما اتكلمنا قبل كده نعمل نيو لاير. عندنا الشكل ده متحدد اهو. هناخد هنضغط على الأداة التانية اللي هي أداة الطلاء، واحنا هنا مختارين اللون الأخضر. نضغط كليك شمال جوه التحديد، التحديد خد اللون اللي احنا عاوزينه. طب لو هنغير اللون، عطى هذا اللون. هناخد صورة مثلا، وهنحدد مثلا شكل كده، ونلون. عاوزين نلون الشكل ده مثلا وليكن باللون الأخضر. هناخد الإناء أو أداة التلوين، نضغط كده لونا. لونا المكان اللي احنا عاوزين نلون فيه. هذه الأداة خاصة بالطلاء أو التلوين، وهي أداة مهمة في الاستخدامات العملية للفوتوشوب. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، لكم تحياتي.